ولكن بعد أن أنتقل إلى السيد كاظم الصيادي. سيد كاظم، هل من المعقول أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم؟ والله بالحقيقة أنا لا أكن العداء لأي أحد، أنا أحترم عملي وأقدس عملي وأقدس الدستور والقانون، وما أعمل به هو ضمن القانون. ولكن للأسف الشديد يبدو أن بعض الكتل السياسية تريد فرض أمر الواقع، وكذلك جعل سياسة فرض الواقع سياسة هي المعتمدة داخل مجلس النواب. القضية الأخرى، أنا ضد قضية أي شيء اسمه التوافق على مصالح الشعب العراقي، أنا ضد أي شيء اسمه الاتفاق على فلان وفلان، بغض النظر أن أعود إلى خلفيته. هل استطاع؟ هم قالوا نحن المجرب لا يجرب، وهم قالوا نحن مع الخبرة والكفاءة والنزاهة وغيرها من هذه المسميات التي صدعوا بها رؤوسنا ورؤوس الشعب العراقي. وبالحقيقة اليوم الشعب العراقي، أنا لا أريد أن أتكلم بالنيابة عنه، اليوم الشعب العراقي تصيب حالة من الإحباط لما وصل إليه من الاتفاق والتوافق، حتى أن الطبقة المثقفة، الطبقة اليوم التي استطاعت من خلال سنوات عمل ودراسة أن ترتقي وتصل إلى أعلى مستويات العلم والتعلم والابتكار والاختراع، اليوم وصلت إلى حالة من اليأس، من حالة من الإحباط بسبب تهميشها. يعني لو تجي تصير غوي حزبي وأمشيك، لو تجي عندك 200 مليون وانطيك، لو تجي، يعني هاي التصرفات اليوم والله من عندها الشعب العراقي. اليوم احنا ننطي دماء مقابل الدماء، نتفق على الشعب العراقي حتى نبوقه. يا اخوان، مو هسه يابا خلي طايحت لكم قضيه هذا اللي انطوه 200 مليون مدري ايش قد، وطلع بالتلفزيون وطلع برر مدري ياهو مدري. هسه زين مو عندنا ملف داخل وزاره التربيه ومتورط به وزير الصناعه، وزير الاعمار اكو مشروع بناء مدارس مشروع بناء المدارس. نعم. بس اسمعي مني هاي المعلومه. تفضل. 1800 مدرسه مقابل انطتهم الحكومه تريليون و600 مليار دينار على أن تهدم 1800 مدرسة خلال فترة سنة إلى سنتين. العقد من سنة 2011 ينتهي ب 2013. وزارة الإعمار اللي ما قدرت وزيرها وإمكانياتها أن تبني 6 صفوف يا مسلمين، 6 صفوف يا ما تخافون من الله، 6 صفوف يا من سرقتوا الشعب العراقي، ولكم والله ملينا، والله تعبنا، والله بعد ما قمنا نستحي نطلع للشعب العراقي ونقول له احنا اعضاء مجلس نواب، راح يقول لنا ايش سويتوا؟ نقول له قاعدين بنص اتفاقات سياسيه، قاعدين بنص مزاد علني مال وزارات، قاعدين بنص اذا ما تعطيني ما ابقيك. مو ما قدم شيء. ثاني شيء هو مسؤول عن الطرق والجسور في كل محافظات العراق. عندنا جسور وطرق بالكوت والله عادوها 3 مرات 4 مرات خلال 3 سنوات، ومليارات الدنانير راحت هباء منثور. مئات الشركات طبت للعراق، شركات كلاوات وكذب، ما طبت غير باعتها الثاني وثالث. واليوم 90% أو أكون خاطئ في هذا الرقم، قد يكون أقل أو أزيد، اليوم ما مقامة هذه العمارات البائسة الغير المخالفة للمواصفات، اللي ما بها أي أمور فنية. يعني وين الخبرة، وين الكفاءة، وين الأهلية؟ وأنتم 24 ساعة تقلدون على العالم وتقولون يجيبون لنا ناس ما يفقهون شيء بالوزارة. وين هذا يا أخي؟ يعني يحق لنا احنا نعترض لو ما نعترض. احنا أعضاء مجلس نواب سابق وعاصرنا هذا الوزير. والله المأساة اللي سووها بقضية المدارس والله العظيم مأساة. لحد هاي اللحظة بعض المدارس ما يتجاوز بها نسبة هناك أيضا مدارس 10% 6 سنوات. نعم. 10% لمدة من 2011 واليوم 2015. مدارس 6 صفوف 12 صف، واليوم العالم تبني لها عمارة 15 طابق ب30 يوم. ولا عيب، استحوا والله، عيب عليكم والله، فشلتونا والله. بعد أنا أعتقد ذرة الحياء بعد عيب على عضو مجلس نواب يسكت، عيب على عضو مجلس نواب يعلن الاتفاق والتوافق ويخلي هاي الأجندات تمشي. والله العظيم اليوم ملفات النزاهة ذات روحين يراد لها بقد القضاء العراقي، واعتقد أبو زياد يدري يقاد لها بقد القضاء العراقي قضاة يا الله يقدرون. ومع الأسف كلها طمطمت باتفاقات سياسية وكل الشعب العراقي. اليوم أكبر بؤرة لإرهاب داعش استطاعت أن تنفذ وتجند من وراء الجوع والفقر والذبح والقتل واللي مارسوه من خلال سياسات هاي الأحزاب، مع احتراماتي للبعض. والله دمرونا. والله اليوم الدماء اللي تنزف من الشعب العراقي يا مسلمين
والله اليوم المتاجرة بأبناء بزيبز، المتاجرة اليوم بأبناء اللي كتلهم البرد، برد كتلهم. ولكم عيب عليكم، والله عيب عليكم تروحون الأوروبا أنتم وعوائلكم وتعيشون بأحلى الفنادق ومعيشين الشعب العراقي بخيم والله. ولكم استحوا، عيب والله استحوا. سيد كاظم، عذرا للمقاطعة، ولكن سوف أعود إليك إلى مفردة ذكرتها حضرتك قبل قليل، قلت بأن هذا الأمر هو مبيت. يعني بالحقيقة أنا قبل ما أجيكم كان عندي لقاء مع قناة الشرقية، وكان المقابل باللقاء هو نفس النائب اللي قام برمي قنينة الماء. أنا أعتقد اليوم هو شلون إحنا سياسيو الثلاجات، اليوم عندنا سياسيو قنينات المياه. يعني هاي بدل ما تشربها تستخدمها وكأنما أصبحت عبارة عن عبوة ناسفة أو الظاهر ما أريد أسولف، هي خربت بعد. أنا أعتقد اتكلم كلام جدا خطير. قال الأخ النائب سياسة النائب كاظم الصيادي السابقة بالتهجم على كتلة الأحرار والهيئة السياسية ومن هاي المسميات، يعني يبدو أن هناك خزين. أنا كنت أتوقع من بعض أعضاء مجلس النواب من كتلة الأحرار اللي أعتقد عندهم شيء من الخلق، أبناء عشائر، أبناء شيوخ، أنظر لهم نظرة احترام وتقدير، أقول باستطاعهم أن يحرفون بعض المسارات الخاطئة الموجودة. أنا تعجبت اليوم، هم عبارة يعني والله لو تشوفين اليوم الموقف، يعني اليوم الموقف أنا يعني شو أشبهها، يعني ما أعرف، أنا ما شبهتها غير بس مع احتراماتي طبعا حتى لا يروح واحد يروح يشتكي علينا. اليوم شبهتها بس بقضية القرود اللي تتقامز. يعني اليوم لو شايف الجماعة تركوا الأرضية وتركوا الكراسي، اليوم جعلوا من اعضاء مجلس النواب عباره عن بايات ويقفزون يعني عليها. سيد كاظم عذرا، ما هو كان موقف السيد سليم الجبوري في هذه اللحظه؟ يعني كان لزاما على الاخ سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ان يمتثل لطلب طالما طالب به اعضاء مجلس النواب. انا هاي السياسه اللي اقولها، اكو سياسه عداء موجهه للنائب كاظم الصيادي من قبل حتى سليم الجبوري مع الأسف. يعني هذا اتهام صريح لسيد سليم. أنا اليوم راح أقول لك كثير من الطلبات اللي أجريت قبل فترات بإعادة التصويت أو احتساب أعداد الأصوات برفع الأيدي أو احتساب قضية التصويت الإلكتروني كانت هناك استجابة، لكن سليم الجبوري اليوم ما استجاب. أنا الرجل ما عندي شيء وياه، أنا كثير من الأمور كانت لدينا الكثير من نقاط النظام، والله نقاط النظام قانونية والاعتراضات قانونية، لأن سير جلسة مجلس النواب لا يوافق الدستور ولا يوافق القانون ولا يوافق النظام الداخلي. لكن للأسف الشديد يبدو أن الأخوة يجلسون ما قبل مجلس النواب ويقررون وما علينا إلا أن نصوت. أما أن تصوت تصير خوش آدمي وحباب وتنهال عليك العافية والكذا، أما أن تعترض تصبح أنت عبارة عن مشاغب، أنت عبارة عن معطل لعمل مجلس النواب. وزين والحمد لله وشكر مجلس النواب ايش قرر هاي السنة، عبارة عن يعني قوانين جائرة بحق الشعب العراقي، فرض ضرائب، رسوم الطرق، رسوم استخدام السيارات للطرق، التضمين، كثير من الأمور. يعني والله العظيم الشعب العراقي، أجور الكهرباء، أجور الماء، يعني حتى بعض الخطابات مع الأسف لبعض المتنفذين داخل الدولة يقول في حال عدم تسديد الشعب العراقي أجور الكهرباء والماء والخدمات الأخرى فإنه لا يستحق، والله نستحي نحكيها، لا يستحق هذه الخدمات.